لو انت عايز تضيف مسافات ما بين الاسماء، لو انت نزلت الاسماء بتاعت بياناتك من خلال قاعدة بيانات من على الانترنت او من اي قاعدة بيانات بالشكل ده، وحابب تخلي او تضيف مسافة ما بين كل كلمة والتانية، يبقى لازم تفهم الاول ايه اللي احنا هنعمله. الاول الاكسل هيفهم الموضوع ازاي. لاحظ ان ما بين كل اسم والتاني في حرف كابيتال، يعني حازم، بعد كده مختار كابيتال الام كابيتال، بعد كده نبوي الان كابيتال. فاحنا بنلعب على حته ان الحروف كابيتال. طيب لو انا الحروف عندي مش كابيتال هعمل ايه؟ يبقى حضرتك للاسف مش هتعرف تشتغل، لان حتى المعادله اللي انت هتعملها مهما كانت مش هتعرف امتى اسم ابراهيم ده بيقف. هيعرف منين؟ الا لو انت قايل له بقى زي رايت، تستخدم رايت وليفت، ان ابراهيم ده عدده 8 حروف، كامل ده عدده 5 حروف، وهكذا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا الموضوع بسيط جدا وسهل ومش محتاج مننا معادلات ومش محتاج مننا حاجه. كل اللي احنا هنعمله ان انت زي ما انت شايف الاسماء دي، هناخد من اول اسم كوبي، هناخد من اول اسم كوبي، هدوس كليك يمين وهختار كلمه كوبي، هقف على الخليه اللي هنا عايز تحط فيها الاسماء، وهقف في شريط المعادله وهقول له بيست. وانا بقول له بيست هعمل سبيس ما بين حرف الان او الكابيتالز وبعضها، انا سبت المسافه. هعمل ايه بعد كده؟ موضوع بسيط، هدوس كنترول اي، كنترول اي، بص هيعمل ايه. من غير معادله، من غير تعقيد، من غير صعوبه، الموضوع ابسط مما تتخيل. طب هو ايه كنترول اي اللي انا عملتها دي؟ حضرتك قلت له ايه اللي انت عملته؟ قلت له انا كتبت اسمي الاولاني كابيتال، وبعدين ضفت سبيس ما بين الحرف الكابيتال الاخير، وضفت ما بين الحرف الكابيتال والحرف العادي سبيس، ودوست كنترول اي. الاكسل فهم انت ايه العمليه اللي انت عملتها فوق وكررها. طيب